هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمد وأجمل وحوش تخدير في الدنيا كلها؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال وناس جميلة في حياتنا. النهاردة هنبدأ نعيش في عالم الفسيولوجي مع مملكة من ألذ وأجمل ممالك الفسيولوجي. زي ما أنا بقولك دايما الفسيولوجي ده عالم المتعة، والCVS على وجه الخصوص هو متعة المتعة. الأسئلة اللي بتيجي فيه MCQ كتيرة جدا والأفكار كتير، وكالعادة أنا زي ما عودتك بعرض عليك كل حاجة بتيجي كأفكار جمل في الMCQ بشكل كونسايز جدا وفي نفس الوقت ديب، تبقى فاهم كل حاجة حلوة قوي. هنبدأ نتكلم على موضوع خطير قوي ويمثل صعوبة عند أغلب الناس، لكن بالنسبة لك هيكون سهل جدا إن شاء الله، ألا وهو الكاردياك بروبرتيز. الموضوعات التانية اللي علينا في الكوريكولم نتكلم على الكاردياك سايكل، وده تاني أهم موضوع في أسئلة الMCQ والريتن والأورال ريجاردنج CVS فيسيولوجي. بعد كده يجي موضوع الكاردياك أوتبوت بصفة عامة، سواء بقى بالهارت ريت كنترول والستروك فوليوم كنترول، ويجي بعد كده الارتيريا بلاد بريشر كنترول، واللي هنكون خدنا جزء كبير جدا 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 منه واحنا بنتكلم عن موضوع الكاردياك أوتبوت كنترول. وفي موضوعات تانية مهمة زي الكوروناري سيركيليشن وغيرها. خلينا نبدأ بأول وأهم موضوع بيجي فيه كمية أسئلة MCQ ديتيلز كتيرة قوي، ألا وهو كاردياك بروبرتيز. تعال أقول لك الموضوع بيبدأ كقصة جميلة جدا. عندنا تيشو جوه الهارت ربنا خلقه إن هو ما يشتغلش از ماسل، يشتغل كسبيشالايز سيل وظيفتها جينيريت الالكتريكال امبلس، يعني الهارت كهربته من جواه. فيبقى عندنا خاصيه اسمها الاوتوماتيستي. بعد ما عملنا الاوتوماتيستي ديت اللي هنسميها اسماء اخرى بكلمك عنها بالتفصيل، مطلوب مني ان انا اوصل هذه الالكتريكال امبلس الى الاذر نورمال اوردينري كاردياك ماسل اللي هو الميوكارديوم. هدايا كهربائيه جايه لنا يا عم المايوسايت. نعمل ايه؟ المفروض ان انا ابدا استجيب للهديه ديت واعمل ريسبونس معين. في الخاصيه الثانيه كان اسمها كوندكشن او كوندكتيفيتي، والثالثه اسمها اكزايتابيليتي. النورمال اوردينري ماسل اوف ذا هارت هتستجيب للالكتريكال امبلس اللي جايه لها. وفي الاخر ايه هدف كل الكهرباء دي؟ ان انا اولد الكهرباء وانقلها واستجيب للكهرباء عشان اعمل الخاصيه الرابعه والاخيره، وكأن دي الاند ريزلت اللي هي الفصل الختامي بتاع المسرحيه اللي مكونه من 4 شباتر ممتعين جدا، الا وهي الكونتراكتيليتي. يلا يا عم الهارت قوم من مرحله الدياستول وادخل في مرحله السيستول عشان تعمل ايجكشن لكل البادي سيستم. يبقى الأربعة بالترتيب الزمني كالآتي: سبيشالايز سيل جينيريت الكتريكال امبلس اسمها اوتوماتيست، وبعدين انقلها كوندكشن، وبعدين الاوردينري كاردياك مايوسايت او مايوكارديوم يبدا يستجيب ليها بشكل معين. الاستجابه دي تترجم من الكتريكال فورم الى ميكانيكال فورم في صوره كونتراكتيليتي. حلو جدا. تعالوا نشوف ايه الجمل اللي موجوده في اول السلايد ديت. ان انا عندي نوعين اتنين من الكاردياك سيل، نوع سبيشالايز ونوع اوردينري. السبيشالايز اشهرهم الاس اي نود وبعض الخلايا التانية. المين فانكشن بتاعتها مش ان هي كونتراكت، لا، ان هي تعمل اوتوماتيستي وكوندكشن، ومن اشهر السيلز اللي بتعمل كوندكشن حاجه زي الاي في نود. اما الاوردينري كاردياك سيل فده ممكن نقول عليها كاردياك مايوسايت او المايوكارديوم. الوظيفه الاساسيه بتاعتها ان هي تكونتراكت، بس مش هتقدر تكونتراكت الا لما تعمل الخاصيه اللي قبلها اللي اسمها اكسايتابيليتي. وكأن الاربعه كاركتر او بروبرتيز اوف ذا هارت متوزعين بين سبيشالايز اند نورمال اوردينري كاردياك سيل. طيب في حاجه برضه اسمها كاردياك سنسيتيوم. احيانا ممكن يجي لك جمله MCQ المقصود بيها ان كل الهارت شغال از وان يونت، الهارت كله على بعضه. لا، التو اتريوم بيشتغلوا از وان سيستيوم والتو فنتريكل بيشتغلوا از وان سيستيوم. المطلوب ان الاثنين اتريوم كونتراكت مع بعض، وكذلك الاثنين فنتريكل. طب نعملها ازاي؟ ربنا عمل لنا كميه جاب جانكشن كتيره جدا ما بين الكاردياك سيل تسمح ان الالكتريكال امبلس تعدي بسرعه جدا من سيلز للثانيه عشان كله يشتغل مع بعضه، لان توصيل الكهرباء ينتج عنه في الاخر صح الكونتراكتيليتي. هبدا معاك بقى باول كاردياك بروبرتي الا وهي الاكزايتابيليتي. ايه ده يعني مش هتبدا بالاوتوماتيسي؟ لا، ابدا اكزايتابيليتي الاول. الاسم الثاني ليها كلمه فاست ريسبونس، هقول لك يعني ايه دلوقتي. عندك عناوين. انا دايما بحب اعمل مايند سيت معاك، مش هدخل معاك على طول زي اغلب الناس وادخل على الرسمه واقول لك يلا الحته دي بتعمل بان الصوديوم بيدخل وديت ان البوتاسيوم بيخرج. لا، خلينا نحط النقط على الحروف ونسيستم دماغنا. عندي ديفينيشن ثم الريسبونس والايونيك بيس. الديفينيشن اوف اكزايتابيليتي طول عمرها قلت لك كتير جدا في النيرف، قلت لك في المصل اكزايتابيليتي اوف اني تيشو، يعني
الريسبونس تو الكتريكال امبلس اللي جايه. اي كائن حي حساس يعني بيقدر يستجيب لحاجه معينه. بالمناسبه موضوع الاكشن بوتنشال اللي انا بكلمك فيه النهارده اوف نورمال اوردينري مايوكارديوم تقدر تراجع معايا بيه على موضوع الاكشن بوتنشال بتاع النيرف والمصل، وده من اهم الحاجات اللي ممكن تجي لك في الام سي كيو ريجاردنج النيرف فيسيولوجي لو حابب يسالك عليها. طيب definition of excitability ability of، قبل ما تقول لي ability to ايه قول لي of مين اللي عنده الابيليتي دي، لان انا عندي نوعين من الكاردياك سيل ordinary وسبيشالايز. الخاصيه دي تخص مين؟ الاوردينري كارديومايسايت. ابيليتي تو ايه بقى؟ ريسبوند لايه؟ للالكتريكال امبلس اللي جايه لها منين؟ لو نكمل القصه من الاس اي نود او البيس ميكر اللي انا بتكلم عليه. الاستجابه دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بولاريزيشن، وبعد اي دي بندخل في مرحله الريبولاريزيشن عشان نرجع وضع السيل بولاريزيشن العادي لغايه ما نرجع للار ام بي اللي هو ريستنج ممبرين بوتنشال. استجابه عاديه خالص زي اي ليفنج تيشو سواء كان مصل او نيرف او حتى مايوكارديوم. قول لي بقى الايونيك بيز، المفروض اخدك على الكيرف بقى اللي بيجي فيه اسئله كتير جدا جدا جدا. فقلت في الاول انا هحط معاك النقط على الحروف. الكلام ده انا قلته لك في الفارما، لو انت شفت اول فيديو في الفارماكودينامكس اوف جنرال فارماكولوجي هتلاقي الكلام ده موصوف هناك. اولا اي سيلز في بقى مايوكارديوم او غيرها في حاله من الريستنج فسمينا ان ممبرين بوتنشال جوه السيلز ديت بيبقى ريستنج نتعرف عليه، وبعد كده يعني ايه دي بولاريزيشن، وبعد كده يعني ايه ريبولاريزيشن. نورمالي يا جميل ان في بوزيتيف بره الخليه كتير ونيجاتيف جوه الخليه كتير، معنى كده ان في قطبين اتنين، فده اللي عمل لك حاجه اسمها سيل بولاريزيشن. حلو، ادي الكلمه الاولانيه. طب انا اللي يهمني على طرفي هذا الممبرين اللي جوه الخليه ولا اللي بره الخليه؟ اكيد اللي جوه الخليه، لقينا ان النيجاتيف جوه الخليه اكتر بكتير والبوزيتيف اللي جواها قليل جدا، لكن يمثل هذا البوزيتيف هو البوتاسيوم. حلو قوي. نيجي نقيس بقى فرق الكهرباء بين الناحيتين اتنين نلاقي ان هو ماينس 90. ويعني ايه ماينس؟ يعني الانسايد ذا سيل بالماينس. طب بنقيس البولاريزيشن بوحده اسمها ايه؟ ملي فولت. اغلب الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع يور بادي بيبقى رقم بيجي كتير جدا 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 في الام سي كيو هو ماينس 90. الرقم ده ثابت في كل الخلايا؟ لا، زي ما هنشوف النهارده هنلاقي ارقام مختلفه. حلو جدا. ده اللي اسمه ريستنج ممبرين بوتنشال. عشان انا بحب اجيب لك تجمعات جميله جدا. لو قريت هنا بيقول لك ان هذا الريستنج ممبرين بوتنشال لاغلب البادي سيل ماينس 90، للاوردينري كاردياك سيل اللي احنا هنشوفه النهارده من ماينس 90 لماينس 70 رينج. فلو جالك جمله ماينس 70 في الام سي كيو صح، لو جالك المتوسط ما بينهم ماينس 80 برضو صح. اما لما اجي لك عند السبيشالايز سيل حاجه زي الاس اي نود مثلا كبيس ميكر، هقول لك ده الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعها مختلف عن الاوردينري كاردياك سيل اللي جنبها او ريست اوف بادي سيل. كام يعني؟ من ماينس 60 لماينس 50. الارقام دي مهمه جدا في الام سي كيو، كررها كتير عشان تثبت في دماغك. حلو. يعني ايه دي بولاريزيشن؟ دي يعني عكس، عشان كده انا كاتب لك ريفيرسال اوف البولارايز ستيت. هو ايه البولارايز ستيت؟ جوه كان نيجاتيف، الريفيرسال بتاعه يعني ايه؟ يبقى جوه بوزيتيف اكتر. مفيش حاجه اسمها جوه بوزيتيف، لازم تقول اكتر. نعملها ازاي؟ زي ما قلت لك في الفارما هناك، افتح لي تشانل فور كاتايون بوزيتيف يدخل من بره لجوه، اهمهم واشهرهم الصوديوم، يليه في الاهميه والشهره الكالسيوم. فلو دخلت لي صوديوم او الكالسيوم انت كده خليت البوزيتيف جوه الخليه اكتر، انت عملت دي بولاريزيشن. وده فكره اي دي بولاريزيشن، خلي بالك. والاكزايتيشن بتاع اغلب خلايا جسمنا ما عدا اي حد فاكر صح في الفيجن في الروتس والكونز. اوكي، نرجع تاني. ازاي اعمل ريبولاريزيشن؟ بمنتهى البساطه اسمها ري يعني استعاده، يعني ريتيرن اوف بولارايز ستيت. نعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه، لا اما اجيب نيجاتيف من بره وادخله زي الكلورايد فانت كده رجعت النيجاتيف جوه بقى اكتر، او وده اللي هنشوفه النهارده كتير، اجيب البوزيتيف اللي جوه الخليه اللي هو البوتاسيوم وابدا اطلعه بره. خروج اي حاجه بره السيلز اسمها اوت فلكس، اما دخول حاجه اسمها ان فلكس عشان جمل الام سي كيو. طب انت بعد ما تطلع لي البوتاسيوم معلش انت كسبت ايه؟ ايوه انت قللت البوزيتيف جوه السيلز، فاما البوزيتيف يقل كانك بتسمح ان النيجاتيف يزيد. ما هو في بالانس ما بينهم. يبقى انا دلوقتي عملت معاك حجر الاساس بتاع كل اللي جاي. يعني ايه ريسم بريمتنش؟ يعني ايه ديبولاريزيشن ويتعمل ازاي؟ يعني ايه ريبولاريزيشن ويتعمل ازاي؟